ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده جالكم بفيديو جديد. عايزاك تحطي لايك للفيديو ده، ولو لسه اول مره بتشوفيني دوسي على علامه الاشتراك اللي تحت عشان تشوفيني على طول ويظهر لك اليوميات بتاعتي. وحشتوني وحشتوني، مش عايزه اقول لكم وحشتوني ازاي. كنت مفتقداكم الفتره اللي فاتت كلها، بس اول ما قدرت اهو ان انا امسك نفسي طلعت لكم على طول اهو. طبعا انتوا عارفين ان انا كنت، بصوا، الحمل ده بالذات تعبت فيه اكتر من حملي في خالد. تعبت فوق ما تتخيلوا، محاليل بقى، وكان على يدكم كل حاجه. فالحمد لله بقى ايه، مصدقت كده ان انا خلاص. والنهارده بقى يعني بصوا، اول ما قدرت كده ان انا اقف، لا طلعت بقى لازم اطلع واعمل فيديو ونرجع تاني، ونرجع ان شاء الله اقوى من الاول، ونعمل بقى فيديوهات كتير مع بعضنا. طبعا الحمد لله انتوا عارفين ان انا ولدت، كنت قايله لكم ان انا هولد قيصري. النهارده 8 يوم او 9 يوم ليا، مش فاكره، يا 8 يوم يا 9 يوم. الحمد لله مسكت نفسي كده الحمد لله وفوق. عايزه اقول لكم كمان بعاني بقى، يعني بعاني، كنت بعاني قبل الحمل، دلوقتي بعاني بعد الولاده. الولا ريان مش عايز يرضع خالص طبيعي، صناعي. فطبعا ماما قالت لي مش هينفع، ولازم المناعه بتاعه العيل، ومش المناعه بتاعه العيل. بدانا بقى في مشاكل اللي انا كنت اصلا خلاص بقى نسيتها في خالد. يعني كنت نسيت المشاكل دي. خالد عنده بالظبط 4 شهور وشهر، 4 سنين وشهرين. خالد عنده 4 سنين وشهرين، فاللي هو نسيت الحاجات دي بقى كلها. رافض خالص ان هو يرضع طبيعي. ماما قالت لي مش هينفع، كنت خلاص بقى استسلمت ان هو يرضع صناعي، استسلمت. هعمل ايه؟ مش راضي مش راضي. حاولت بجد اكتر من مره. يعني النهارده انا بقول لكم يا 8 يوم يا 8 يوم يا 9 يوم، انا بحاول. رافض رفض تام تام بجد، مش عايز. عكس خالد خالص. فماما قالت لي مش هينفع اللبن الصناعي دوت، بغض النظر عن ان هو مصروفه عالي، بس ما فيهوش فايده. يعني يا ريته مثلا مصروفه عالي وفيه فايده، لا ده ما فيهوش فايده خالص، فده بيقلل من مناعته. فضلت بقى المهم ابحث واعمل وكده، لحد لما لقيت ان في حاجه اسمها جهاز شفط. جهاز شفط وكده. اهو رحت جبته. وعايزه اقول لكم حلو جدا جدا جدا. اهو ده شكله للناس بقى اللي هي برضو ايه، لسه والده جديد وكده وبتعاني من الموضوع دوت. حلو قوي قوي قوي. انا ركبته واستخدمته وحلو. بحط بقى في الببرونه واقوم جايه مديها له، يعني اشفط واحطه في الببرونه واديها له. حلو جدا. بعقم برضو الحاجه. ده الجهاز اهو، ده الجهاز. بس طبعا ده الجهاز مش كامل، هو بيجي معاه. بس انا عشان ايه مركباه هناك هوريهولكم. بيجي معاه ده الجهاز اللي بيشغله كهرباء، بيتحط في الكهرباء. وده الجهاز اهو اللي في ايدي. طبعا انا مفككاه. ده الجزء اللي هيتعقم. بعقمه بقى بميه وملح وخل كده، كل مثلا ايه، كل مثلا يعني على استخدامين 3 كده. المهم راجع يعني، برجع بقى تاني بقى ايه، بعيد اللي كنت بعمله مع خالد. بس خالد، انا من خالد الصراحه ما كنتش جايبه، ما جبتش فيه جهاز ولا اي حاجه. يعني خالد الحمد لله رضع طبيعي، بس مش عارفه بقى جايه معايا بالعكس ليه في ريان، مش عارفه. فتعالوا كده نقضي بقى اليوم مع بعض، حاجه كده صغننه على قدي. شكرا، ما نحرمش من سؤالكم الناس اللي سالت عليا. مش عايزه اقول لكم انبسطت ازاي بجد بسؤالكم عليا، ربنا يخليكم. فيلا بينا نشوف هنقضي اليوم مع بعض ازاي. طبعا ماما لسه قاعده عندي، ربنا يخليها لي، لسه قاعده عندي ماسكه حتى هي ريان دلوقتي. قلت لها، استغليت ان هي ماسكاها، قلت لها اقوم بقى ايه اعمل فيديو. بص انا لسه صاحيه، هنفطر مع بعض ونشوف بقى هنقضي اليوم ازاي مع بعض. فحاجه كده صغنونه كده على قدي. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. هنا بقى دخلت عشان اجهز نفطر بقى انا وماما. جهز كده بقى الفطار. قلت بقى نعمل لنا بقى كده كوبايتين شاي بلبن. المفروض طبعا ان انا اشرب لبن، بس انا ما بحبش خالص، انتوا عارفين. يعني اذا كان ما كنت في عز الحمل ما كنتش بشرب لبن، فلا شاي بلبن دوت يعني ماشي، لكن لبن بس لا. بزود لبن، يعني بحط لبن كتير عشان الانيميا برضو كده، وعشان ادويه الحديد اللي انا باخدها. بحط شويه شاي صغيرين يعني يكسروا كده اللبن بس. وعندنا بقى عندي الفطار جايبه بقى جبنه تركي، وعندي حلاوه، وجايبه بقى مرطه. تحفه تحفه. بجيب مرطه من فتح الله، ممتازه ممتازه. طبعا هي اكيد مش بتبقى زي المرطه اللي احنا بنعملوها في البيت، اللي بنطلعها من السمنه بقى الفلاحي وكده، بس بجد ممتازه. وجهزت كمان ميه بحط فيها خل وبحط فيها ملح عشان اعقم اللي هو حاجه الجهاز اللي هو جهاز شفط الشفط دوت اللي انا جايباه. لازم الحاجات دي تتعقم بميه وملح، يعني بستخدمه مره مرتين زي ما قلت لكم، وبعقمه عشان يبقى نظيف كده على طول. ده غير طبعا برضو البيبرونات على طول برضو اعقمها كده بملح وخل.
وجهزت كل حاجه. واخويا بقى كان نزل جاب عيش بقى من الفرن بقى كده طازه، فحاجه كده تفتح النفس. الواحد بقى كان مفتقد في الحمل الاكل الحلو دوت. الفطار ما كنتش بعرف افطر، ما كنتش بعرف اعمل اي حاجه، ولو فطرت وجيت على نفسي كنت برجع لحد الشهر التاسع. والله العظيم كنت برجع، كنت تعبانه جدا يعني. فاللي هو بقى يعني مبسوطه قوي بجد ان يعني ايه الواحد بقى خلاص بقى هياكل بدل ما كانت بيحس بالشبع. الحمد لله عدت على خير. آه، اهي الحلاوه دي حلاوه بالمكسرات، قالوا لي حلوه قوي عشان كمان يعني اللي بترضع وكده بيبقى الحلاوه حلوه ليها. والجبنه التركي والمرطه، ودي ده بقى الحاجه اللي انا بعقمها. بس البلاستيك دوت ما بيتعقمش، يعني الجزء اللي هو اللي ملون دوت مش بيتعقم. انا باخد بس الحاجات البلاستيكه دي عشان اعقمها، اللي هي زي دي كده. بس لازم تتعقم كده كل مرتين 3 اساسي، بس عشان بكتيريا لا قدر الله اي حاجه، الميه اللي هي المغليه وكده تموتها بقى. بس وبعد كده ممتاز ممتاز جدا. بيبقى جهاز اسود كده زي اللي مرسوم على العلبه، هبقى اوريه لكم كامل. بيتحط في الفيشه والجزء دوت اللي هو بس اللي بيتعقم بيبقى جاي معاه كده زي ببرونه. بملى بقى الببرونه على يعني على حسب بقى كده، على يعني بملى الببرونه وعادي بقى يعني بسخن الطازه بطازه او بسخنه عادي، بيبقى على حسب. بس المهم ان هو لازم يعني ماما كانت مخوفاني جدا من الرضاعه الصناعي دي، لان احنا كان عندنا ابن عمتي كان بيرضع صناعي، كان رافض خالص مبدأ ان هو يرضع طبيعي برضو. بس الكلام دوت بقى يعني انا بتكلم عن ابن عمتي دوت اللي هو اصلا قدي، اللي هو كان زمان مفيش حاجه اسمها بقى جهاز زي دلوقتي ولا في اي حاجه من الكلام دوت. فاللي هو يا عيني بقى طلع رادع صناعي، المناعه بتاعته كانت وحشه جدا وما زالت ان هي وحشه، اقل حاجه بتتعبه، اقل حاجه بتاثر عليه. فبجد ما فيش احسن من الرضاعه اللي هي اللي بتبقى الطبيعي، لان هي بيبقى فيها فايده كبيره جدا. فانا بقى الحمد لله بدات ان انا اعالج الموضوع دوت بالجهاز دوت. ومع ذلك انا لحد دلوقتي بحاول معاه، بس هو برضو رافض رفض تام، مستسهل الببرونه مش عارفه ليه. الحمد لله. خرجت بقى خيار، بدأت ان انا اخرط خيار. طبعا محمد مش موجود لان محمد مسافر مصر قاعد في شغل. انا من اسكندريه، عشان الناس اللي بتقول لي يعني هو في مصر امال انت فين بيفهموا الكلام غلط. فانا اصلا انا من اسكندريه، هو في مصر بيروح كده اسبوعين ويرجع يرجع يقعد معانا يومين ويرجع تاني. في بس شويه حاجات كده بيخلصها في مصر، ويعني خلاص ان شاء الله اخره الاسبوع دوت وراجع، يعني هيكون خلص كل اللي وراه هناك. بس جهزت بقى كده، خرجت خيار والجبن. وكان بقى اخويا كان نزل جاب لنا عيش من الفرن طازه حتى اهو، انا وماما بس اللي هنفطر. جبت بقى العيش اهو والجبن وهروح اوديهم. وخرجت خيار والشاي بقى على النار هنصفيه دلوقتي. وبس كده، ده كان الفطار اللي انا عملته. طبعا انتوا هتلاقوني في الفيديو دوت ان انا مش عملت معاكم، يعني ما عملتش معاكم حاجات كتير بس هو على قد كده، لان انا الفتاء زي ما انتم عارفين الفتاء اللي كان عندي وكده، فمش عايزه برضو ان انا الدكتور قايل لي ولا تشيلي حاجات تقيله ولا تجهدي نفسك. القيصري بالذات بيبقى فيه كده كذا حاجه لازم ان احنا نمشي عليها، ما اشيلش حاجه تقيله، ما اجهدش نفسي زياده عن اللزوم. الفتاء على فكره لما جيت اعمله، انا كنت قايل لكم ان المفروض ان انا اعمل عمليه الفتاء. لقيت معظمكم بيقول لي لو هو مش محتاج ان هو يتعمل عادي، احنا في ناس ياما كان عندها فتاء وما عملتهوش، فمش لازم ان انت تعمليه. وانا بولد الدكتور لقى ان هو مش مستاهل ان هو يتعمل، يعني صغير مش كبير، فقال لي لا ملوش لازمه ان انت تعمليه. بس مش عايزك ان انت بقى مثلا تتعصبي تزعقي صوتك يبقى عالي مش عارفه ايه، الحاجات دي بتكبر الفتاء، فممكن لا قدر الله لو كبر اكتر من كده هنحتاج ان هو يتعمل. فاحنا لا، هو صغير، فاحنا مش عايزين ان هو ايه على الاقل الفتره دي ان هو بس يكبر او كده. بس الحمد لله كل اللي يجيبه ربنا كويس. هنا بقى بدات ان انا اصفي الشاي. النهارده بقى عايزه اقول لكم، قلت لماما بقى انا زهقت من الفراخ وزهقت من الارانب. انتوا عارفين بقى اللي بتبقى والده حاجات بلدي بقى، فراخ بلدي، كبده بلدي، ارانب، الحاجات بقى اللي هي اللي بتبدا ان هي ايه تقوي الواحد شويه وكده. عايزه اقول لكم يعني النهارده، انا بقول لكم النهارده 9 يوم ليا او 8 يوم مش فاكره، حاسه ان انا بجد اللي هو يعني خلاص. قلت لماما بصي انا يعني الحمد لله يعني مش عايزه اكل اي حاجه من الحاجات دي، انا نفسي النهارده ان انا اكل حواوشي. قالت لي تمام نفطر وهنزل. قالت لي هنزل اجيب بقى لحمه مفرومه وكده، وان احنا نعصج اللحمه ونعملوها وكده. سمعتوا صوت ريان؟
هنا كانت ماما كانت عصجت اللحمه وقالت لي انا هنزل اعملها، قلت لها ماشي. لميت بقى شويه غسيل كده كانوا عندي، حطيتهم هطبقهم معاكم وهروق بس كده السرير واروق الاوضه واظبط الدنيا. كنت بقى خلاص بقى هنا خدت فاصل كده، خدت بريك صغير، اديت لريان ببرونه ونيمته. وبعد بقى طبعا انتوا عارفين ان اول شهر دوت الطفل ما بينام كتير، يعني يقوم يرضع يرجع ينام تاني، يقوم يرضع يرجع ينام تاني، اللي هو نومه بيبقى بينام كتير. فلسه برضو ما دخلتش بقى على مرحلة الزن والقرف وان انا ما ببقاش عارفة ان انا اعمل منه حاجة، لسه ما دخلتش على المرحلة دي. بدأت بقى ان انا اطبق كده شوية الهدوم اللي كانوا موجودين على السرير، واطبقهم كده واحطهم في الدولاب واروق السرير بتاعي. طبعا الواحد بقى كان مفتقد ان هو بقى يعمل الحاجات بايده، لان انتوا كنتوا عارفين زي ما قلت لكم ان انا حملي دوت بجد 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 تعبت فيه عن خالد. على طول بقى كانت السخسخه بقى كانت ماسكاني، وكنت حاسه ان انا هيغمى عليا ومش قادره وضغطي بيوطى من اقل حاجه ومفيش طاقه ان انا اعمل اي حاجه، وكانت الدنيا معايا كانت بايظه خالص. بس الحمد لله فرحانه ان انا بعمل حاجتي بايدي، يعني ربنا برضو ما يحرمش حد من صحته. فرحانه كده ومبسوطه ان انا بعمل حاجتي بايدي وكده. طبعا انا كنت عايزه اقول لكم بقى الملايه دي ممكن تتغير تقريبا كل يوم، ممكن ان انا اغير الملايه كل يوم اغيرها. تقولي لي تغيريها ليه؟ اقول لكم بقى اجي اغير لريان او ماما تغير له، يقوم جاي بقى انتوا عارفين يعمل لي بيبي على السرير. لو ما عملش بيبي على السرير يعني يغرق الملايه، يعني ببقى حاطه تحتيه فوطه وببقى حاطه تحتيه فوطه كده ابقى حطاها عشان اغير له، بس لازم يعني لازم بركته تهل على الملايه، لازم بركته تهل على الملايه. فعايزه اقول لكم بقى كل شويه اغير ملايات واغسل ملايات والغيارات بتاعته. تقريبا كل يوم بشغل الغساله، كل يوم اشغل الغساله يا ملايات يا الغيارات بتاعته. بس طبعا تعب وراحه، تعب وراحه طبعا احساس جميل، ربنا يرزق يا رب كل مشتاق. بس بدأت بقى ان انا اساوي كده السرير بتاعي. وهنا خالد بقى طبعا عايزه اقول لكم خالد هايص بقاله تقريبا بتاع اسبوع ونص ما راحش الحضانه، فرحان بقى باخوه قاعد جنبه. قلت له بقى بص ان شاء الله انا خلاص بقى فكيت السلك، الاسبوع الجديد ان شاء الله نبدا بقى ان احنا نلتزم ونبدا ان احنا نروح الحضانه ونبدا بقى ان احنا نلتزم كده. ما كنتش مهتميه بخالد خالص الفتره الاخيره، كنت مقصره في حقه كتير، فعايزه بقى ارجع كده فوق لنفسي. بس والله التأثير دوت كان غصب عني. كل ام بتبقى نفسها ان هي تعمل لاولادها احسن حاجه وافضل حاجه على قد ما تقدر. كنت بقى على قد ما اقدر بحاول ان انا ما اقصرش معاه، بس برضو كنت شايفه حته تأثير من ناحيه الدراسه، من ناحيه الحضانه، من ناحيه المذاكره، من ناحيه كل حاجه. المفروض برضو ان انا كنت طبعا اقدم له. السنه دي ما عرفتش ان انا اقدم ولا انا ولا محمد، لان التقديم كان قفل على ما رحنا ما سالنا وكده. فهروح ان شاء الله. هو كده كده لسه عنده 4 سنين، فلقيت ان لسه في وقت، فقلت لا بقى ابتدي ان انا افوق بقى لنفسي وافوق لخالد شويه عشان اعوض التاثير دوت. ابدا ان انا اخليه يرجع يلتزم تاني في الحضانه، ارجع بقى ان انا افوق لحاجات كتير قوي كنت مقصره فيها الفتره اللي فاتت. هنا بقى مسكت السراحه، انتوا عارفين ان انا السراحه ما بحطش عليها حاجه بسبب خالد. بس بقى لما جيت بقى الحاجات دي اساسيه، المناديل المبلله بتاعت ريان، البودره، السبيرتو، مكان البتادين، مكان ما كنت بغير الجرح، مكان الولاده القيصري، الشامبو بتاع ريان، البرفان بتاع ريان، الحاجه اللي هي الحاجه بتاعته كلها كده. مسكت بقى السريحه كده، قلت بقى ارصها كده عشان كنت حاسه ان كل حاجه كده فوق بعضها. فقلت لا انا عايزه بقى ارص كده كل حاجه، آه يعني ارص كده كل حاجه كده بنظام كده. يعني الواحد بقى يعني النظام كده حلو في كل حاجه، بدل ما الحاجه كده فوق بعضها ومش مرصوصه وشكلها مش حلو. بس بدات بقى كده ارص كده كل حاجه. طبعا انا اخده كل حاجه جنب مني عشان احنا يعني مش بطلعه بره الاوضه. فكل يعني قاعده في اوضه النوم شبه ان انا مقيمه فيها انا وهو، فمخليه كل حاجه جنب مني بحيث ان انا لما اجي اشطفه اغير له مش عارفه تبقى كل حاجه سهله كده جنب مني، بدل ما افضل بقى الف حوالين نفسي وبتاع. فقلت لا احط بقى الحاجه كده على السراحه. ولقيت بقى الورقه دي كنت يوم ما كنت خارجه من المستشفى كان الدكتور كاتب لي بقى فيها مسكنات وحاجات بقى كده، كانت اللي هي الحاجات اللي انا باخدها دي عشان الجرح يلم بسرعه وكده. فاخدتها حطيتها في الدرج وكده بقى ظبطت الاوضه. خدت بقى كده الحاجات دي كده، بدأت بقى ان انا ارصها كده على الشماعة كده بشكل كويس عشان افتح الشباك كده، يبقى الشباك كده ندخل هوا كده للأوضة كده هوي كده، تبقى الدنيا كده تبقى تبقى حلوة وجميلة.
بس خلصت كده الاوضه. خالد بقى قال لي يا ماما انت روقتي اوضتك، مش هتدخلي تروقي لي اوضتي؟ قلت له هي اوضتك يا اخويا مستاهله ان هي تتعمل، اوضتك كده كده محدش بينام فيها. خالد عايزه اقول لكم يعني عشان محمد مش موجود في البيت بينام جنبي انا وريان. فدخلت كده الاوضه قلت له خالد الاوضه متظبطه ومتروقه مش محتاجه ان هي تتظبط ولا اي حاجه. قلت بس اعدل له كده ايه الملايه محتاجه ان هي تتعدل، اقوم جايه عادلاها له كده بس كده. وكنت قايله لكم ان انا عايزه اعمل كفر في في اوضه خالد زي الكفر اللي انا كنت عاملاه في اوضه المعيشه عندي بره. فقلت بقى ايه يعني مكلمه الست وكده المفروض ان هي بتعمله. فحاطه بقى ملايه كده في الارض مؤقتا لان السجاده فاتحه، فمش عايزه ان هي السجاده فاتحه مش عايزه ان هي يعني تتبهدل، فحاطه بس كده ملايه. فقلت بقى اظبطها كده واعدلها لان المهم بدأت بقى كده ان انا ايه اظبطها كده واعدل الفرشة. طبعا عايزة اقول لكم خالد يعني الحمد لله يعني عقل شوية. آه زي بقى ما انتم شايفين كده. هنا كان عايز يساعدني قلت له لا روح بس انت كده ايه هات لي كده المكنسه. بحاول ان انا اشغله على قد ما اقدر عشان انا خلي بالكم لما بغفل عليه يعني لو غفلت عليه بيروح بقى على السرير جنب ريان ويبقى عايز يصحيه ومش عارفه ايه. فلا بحاول على قد ما اقدر ان انا اخليه كده قدام عيني واشغله معايا، روح هات لي روح اعمل لي تعالى ساعدني مش عارفه ايه، عشان بيصحي ساعات لاخوه وهو نايم يقعد يصحيه. فانا الصراحه بخاف يعني ان هو بقى ايه يعمل حاجه غلط معاه. يعني لسه ريان صغير جسمه ما بيستحملش وكده فبخاف، فبخليه ان هو عينه يعني تبقى عيني عليه على طول. بس هنا بقى كنت خلاص بقى خلصت كده الاوضه اصلا ما فيهاش حاجه ان هي تتعمل، الاوضه نظيفه. قبل الولاده كمان كنت قايله لكم ان انا هجيب الست اللي بتساعدني في تنظيف البيت ربنا يا رب يديها الصحه يا رب. كانت مصبنه لي المطبخ ومصبنه لي الحمام وكان على ايدكم كل حاجه. السجاد كمان كان السجاد كنت منزله المغسله والبطاطين، فكل حاجه الحمد لله زي الفل مش مستاهله ان هي تتعمل. عايزه بس يعني كان عندي غسيل قلت لكم لميته، فقلت بقى ايه اطبقه كده معاكم. جبت اهو شويه غسيل كده صغيرين زي ما قلت لكم بشغل الغساله دلوقتي تشغيل مش عايزه اقول لكم كل يوم لازم اشغل الغساله. بس فدول شويه هدوم لريان وشويه هدوم ليا على فوطين على شويه غيارات كده لخالد على كام عبايه لماما حاجات بسيطه كده. بس بدأت بقى ان انا اطبقه كل ده. طبعا زي ما قلت لكم ماما تحت بتعمل العيش باللحمه وكده. بس كده بدأت بقى كده ان انا ايه بدأت بقى ان انا اطبق الملايات وكده. عايزه بقى كمان انزل السوق. الجو خلاص ابتدى ان هو يسقع، الجو بقى ساقع خالص، حاسه ان هو يعني مش ساقع خالص بس ابتدى ان هو يسقع كده على بالليل. فعايزه انزل بقى كده اشتري شويه يعني مش جايبه خالص لريان الكبرتات اللي انا جايباها كبرتات صيف. عايزه انزل اشتري له بطانيه، عايزه انزل اشتري له كبرتات شتوي، عايزه اشتري له يعني كذا حاجه كده لان انا ما كنتش متخيله الصراحه ان انا اول ما ولده الجو هيبتدي ان هو يعني يبقى فيه طراوه ويبقى يسقع كده. فالجو كمان بيتشتي يعني ساعات بتشتي كده بالنهار ساعات بتشتي بالليل. مش كل يوم بس يعني خلاص ابتدت ان هي تشتي. فعايزه بقى انزل بحيث ان لما يعني يحصل في الامور امور تبقى حاجتي عندي. فقلت استغل وجود ماما عندي وكده ان انا انزل اشتري له الحاجات اللي هي الشتوي دي وانجز نفسي. من ضمن الحاجات برضو اللي انا عايزه ان انا اشتريها قالوا لي اللهم صل على النبي مش عارفه ماما كانت قايله لي من ضمن الحاجات اللي انا اشتريها ايه ليه مفيد. الفانيلات اللي هي الداخليه دي اللي هي اللي بتبقى بكم لان انا ما اشتريتش تولين ما اشتريتليش فانيلات بكم. تولين شاريالي فانيلات بنص وقط عشان بقى بما انه احنا قلنا بقى هيتولد في الصيف وكده فنخلي الحاجات دي مش دلوقتي نجيبوها لما الشتا تدخل. فلا عايزه بقى اجيب كل حاجه بحيث ان حاجتي كلها تبقى عندي. فقلت استغل وجود ماما وفي اقرب وقت لازم ان انا انزل واظبط الدنيا ان شاء الله يعني. بس بدأت بقى ان انا احط بقى كده الملايات مكانها وكل حاجه بقى كده ارجعها مكانها. طبقت بقى الحمد لله شويه الغسيل والحمد لله كده بقى احساس بقى ايه ان الواحده كده شغاله يا اختي بايديها بالدنيا وما فيها. ربنا ما يحرمني من صحتي ولا يا رب يحرم حد من صحته يا رب وربنا ما يحوجناش لحد ابدا. المهم رجعت بقى كده كل حاجه مكانها. طبعا البتاعه الزرقاء اللي انتوا شايفينها في السرير دي انا عاملاها كده زي مخده كده الريان ينام عليها. بس
هنا بقى كانت ماما كانت جت، بدأت بقى ان انا اطلع كده الحواوشي، وكنا جايبين بقى مخلل، وكنا جايبين حاجة ساقعة، فنقعد بقى الله بقى ريحته جميلة، نفسي بجد تشموه. تعالوا بقى يعني بص تعالوا كده كلوا معايا. بس كده استنوني في فيديو جديد، عايزاكم تدعولي تدعولي، وان شاء الله بقى اللي جاي احلى، ونعمل بقى مع بعض فيديوهات بقى كتير كتير كتير. لان انا كنت مقصره في حاجات كتير قوي، من ضمن الحاجات تصويري ليكم. بس ان شاء الله اللي جاي خير، ان شاء الله اللي جاي احسن. دعواتكم في الكومنتات اللي دايما بجد بتفرحني وبتسعدني. وبس كده حبايب قلبي، ده بقى غدانا. استنوني في فيديو جديد، بحبكم قوي، باي باي.